حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله تحفه بجد، اكله مميزه كده وخطيره، وتنفع كمان كده على كل سفره في العزومات، بجد هتشرفك. تعالوا بقى يلا شوفوا الصينيه الخطيره دي اتعملت ازاي، طعمها لذيذ ومش عايزه اقولك بقى ريحتها قلب الدنيا قد ايه. النهارده هنعمل صينيه كفته مشويه في الفرن زي ما انتم شايفين كده، بس هنعملها بقى بطريقه خطيره ومميزه وحلوه قوي. تقدري بقى تاكليها كده بالعيش، تقدري تاكليها بالرز، تعملي جنبها شويه مكرونه، في ايديكي بقى الاختيار. مش عايزه اقولك الكفته قد ايه كان طعمها خطير كده ومفرغه وجوسي من جوه، بجد كانت تحفه ولذيذه قوي. تابعوا معايا الفيديو الخطير ده، اوعي يفوتك، بجد خطيره. وعايزه اقولك اللي في الصينيه من تحت ده حاجه كده تحفه، شويناها كمان في الفرن، بجد خطيره. يلا بقى بينا بسرعه على الطريقه. عندي هنا صينيه فيها بتنجانتين حلوين كده رومي، وثلاث طماطمات زي ما انتم شايفين، وقرنين فلفل، عندك فلفل الوان كمان يبقى تحفه. دهناهم دهنه حلوه كده بالزيت زي ما انتم شايفين، وهندخلهم بقى على الفرن نشويهم. دي اول خطوه معانا، بجد بتبقى خطيره. هنا بقى عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عندي هنا بصلايه كده فرمه معاها قرن فلفل سبايسي كده وصفيتها طبعا من الميه، عندي كام كده فرع كده من البقدونس، وعندي كمان معلقه كده حلوه من اللي هي بتدي طعم حلو قوي قوي للكفته، وعندي معلقتين كبار من الدقيق بيخلي الكفته متماسكه وما تفكش منك، وعندي كده معلقه صغيره من البيكنج باودر بتخليها طبعا هشه وما تكتمش معانا في الفرن. وطبعا هحط فلفل اسود وملح، وعندي معلقه كبيره من بهارات الكفته. تمام، بس مش هحط اكتر من كده اهو. هزود كمان معلقه هريسه شطه، بتخليها طبعا مشطشطه كده وسبايسي وخطيره. وهدعكها بقى حلو قوي قوي كده لحد ما تطلع الخيوط بتاعتها. هنا عندي ميه البصل، حطيت لها حبه زيت ومعلقه صلصه وملح وفلفل، وهقلبها حلو زي ما انتم شايفين. دي هنصبع بيها الكفته كده وهندهن بيها وش الكفته، بتخليها طعمها لذيذ ومميز وبتبقى حلوه قوي جوسي. تمام. هنا بقى عندي المسن بتاعي، عندك اي حاجة، عندك سياخ بتاعت الشيش تقدري تصبعي عليها. هنا هاخد كده حبة من المية بتاعت البصل اهو زي ما انتوا شايفين، وهصبع بقى الكفتة بتاعتي. عايزه اقولك النص كيلو عمل معايا كمية حلوة قوي اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ده. كان شكلها بصي مفرغة من جوه، وطعمها كان خطير، طريقتها سهلة وبسيطة خالص بجد. تجربيها تعجبك، البقدونس بيديها كمان طعم وريحة خطيرة. هنا بقى هصبع كل كمية الكفتة بتاعتي لحد بقى ايه ما البتنجان بتاعي اللي في الفرن والفلفل والطماطم يتشوي. هقولك كمان هنعمل فيه ايه، تابعي بس معايا الفيديو خطوة بخطوة كده عشان تعملي احلى صينية كده تقدميها لضيوفك او لولادك، بجد هتعجبهم جدا. هنا خلصت كمية الكفتة بتاعتي اهو، ده النص كيلو كفتة طلع لي كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. هنا بعد ما الخضار بتاعي اتشوى اهو، البتنجان والطماطم والفلفل هقشره طبعا وههرسه كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. تمام، مش هحطه في الكبة ولا اي حاجة، بالسكينة كده هقشره الاول وهفضل ايه اقطع بيه كده. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة. لو عندك بقى فلفل الوان زي ما قلتلك كمان بيبقى خطير. هنا بقى هنعمل الخلطة بتاعت التتبيلة دي، او هنعمل البصلة بالتومة زي ما انتوا شايفين، قطعتهم فرمتهم حلو خالص بالسكينة. تمام، وجهزتهم. مش عايزه اقول لك ريحتهم بتبقى خطيره قد ايه لما بيتشووا في الفرن. عندي هنا طاسه فيها معلقه سمنه وبصلايه كده فرمتها بالسكينه، هشوح فيها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط لها معلقه من الثوم المفروم، وبرده هقلب فيها لحد كده ما اشم ريحه الثوم. وبعد كده هحط معلقه مليانه من الصلصه الجاهزه وهقلب برده. بعد كده هننزل بالخليط اللي احنا سوري، بالبتنجان والفلفل والطماطم اللي احنا هرسناهم بالسكينه. بصي مفيش اسهل من كده. شمي بقى الريحه. عايزه اقولك ان الاكله دي اصلا تقدري تاكليها كده بالعيش، بجد بتبقى طعمها خطير لان ريحه الشوي في الاكله دي بتبقى حلوه قوي. هديها بقى رشه ملح ورشه كمون ورشه فلفل وبس كده، الخلطه بقت جاهزه معايا.
اديتها التوابل بتاعتها زي ما انتوا شايفين. البهارات بسيطه خالص زي ما قلت لكم، ملح وفلفل وكمون. اديتها تقلبتين كده على نار متوسطه وكده بقت جاهزه معايا. ايه رايكم بقى في الخليط؟ الخلطه التحفه دي بتدي طعم حلو قوي للكفته وبتبقى خطيره. تقدري بقى تعمليها ساندوتشات كده مع الكفته زي ما قلت لك. حابه تعملي جنبها حبه رز، حبه مكرونه، اللي تحبيه. عندي هنا صينيه، انا كنت الاول هحط في صينيه مدوره كده، بس ايه قلت لا، حطيت في صينيه اكبر شويه عشان تاخد الكميه معايا. فحطيتها كده في صينيه مستطيله زي ما انتوا شايفين، ورصيتها كويس من غير ما دهنت الصينيه من تحت اي حاجه، ما دهنتهاش اي حاجه. رصيت كده الخليط بتاعي اللي هو البتنجان والفلفل والطماطم المشويه، وبعد كده هرص الكفته بتاعتي الكميه كلها برضو اهو. بجد صينيه خطيره، اعمليها وجربيها على ضمانتي، هتعجبك وهتعجب كل اللي هيدوقها. بجد هيقولك ايه الطعمه دي، بجد طعمها خطير ولذيذه خالص. انا واثقه ان انت لو جربتيها بجد هتعجبك. حاجه كده جديده ومختلفه وطعمها جبار، بجد خطيره. هنا هرص بقى كميه الكفته بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. وكمان ما تنسوش ميه البصل اللي احنا زودناها صلصه وزيت وملح وفلفل. هدهن كده كل صوابع الكفته على الوش كده عشان تديها لون حلو في الفرن اهو. هنا رصيت كل كميه الكفته بتاعتي، بجد عملت كميه حلوه قوي من نص كيلو. عندي هنا ميه البصل زي ما قلت لكم والصلصه والزيت والملح والفلفل. هحط كده على وش كل الكفته قبل ما هدخلها الفرن. انا شغلت الفرن من تحت بس، واخر كده 10 دقايق شغلت الشوايه من فوق لحد ما هتاخد اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. بصوا بجد خطيره، حاجه كده جديده ومختلفه، بجد هتعجبكم جدا. وطعم الشوي كمان فيها خطير اهي. دخلتها الفرن بقى وخرجتها، ده كان شكلها بصوا تحفه. مش عايزه اقول لكم الريحه بجد كانت خطيره قد ايه. طعمها كده خطير ومميز، وطعم الشوي فيها بجد تحفه. جربوها بجد هتعجبكم جدا. انا واثقه ان هي هتعجبكم لو جربتوها. وزي ما قلت لكم حاجه جديده كده ومختلفه، وطعمها بجد كان خطير. بصوا شكلها، والخليط اللي من تحت ده بجد طعمه تحفه، مشوي كده في الفرن ومديها ريحه وطعم خطير اهو. بصوا شكل الكفته جوسي قد ايه من جوه كده، مفرغه وطريه كده وجوسي ومش مكتومه، بجد تحفه. جربوها بالف هنا وشفا عليكم. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم الطريقه. ما تنسونيش بقى باللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامه. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك، عايزه لايكات كتير كده. اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامه. باي باي.